نأتي إلى العدو، ندخل على العدو 3 تيارات قوية في تهذيبها أو إنهائها أو تبديلها. الله. أول مقام للتهذيب نفسك لا توافقها بما تريد، والثاني لا تنشغل بخواطرها وإن كانت مؤلمة حزينة كبيرة، فلا إثم عليك بل حسنة لك، لأنك تم راضي. فإذا جاءت من الشيطان من نفس قال أهل الله ثالثة اضحك عليها. الله، يضحك على خواطرها، لأن هاي أنت مو راضي وجدتك بدون اختيار وتيت آخرك. إذا من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة مهما عظمت. الحبيب قال مهما عظم الخاطر، بل هو من صريح الإيمان، يعني مقام تهذيب ومقام مجاهدة. هذا هو شو نقول عنه التهذيب الأول للنفس. هذا واحد. 2 مجاهدتها، دائما تبقى منتبه كيف أنك تكون بحالة من حالة المجاهدة. أشوف معكم دقيق، ليس على خواطرها، لا 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 لا، ولا على ما تريد، لا، إنما تجاهد أن لا تقع في مخالفة حتى لا يتقوى جانب الواقع مالها وأصلها أو وضعها وواقعها. إذن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا هو التهذيب الثاني للنفس. السبلحان نفسه ايش يسوي لك؟ يروح يعطيك حب، تظل مخدر ويظل يسولف لك وروح يعني والله يقول اروح تونس، مصخم هي النفس صخمة الفكر انه بده زي تونس بالذنوب انه راح يسوي عنده اغلاق، فلذلك جنوا وراحوا ودخلوا بالمستشفى الراقية ما المجانين مستشفى الرشادي يعني هكذا. الله، انظر الله، شوف التربية الروحية. الله أكبر. شبابنا وين؟ الله أكبر. يا سلام. التهذيب الثالث، وهذا راقي. الآن أنت شو تسوي؟ تعالج الأفعى أن لا تلسعك، لأن جلدها ناعم وسمها قاتل، وتحاول لا تهرب حتى تقضي عليها. الآن أنت محددها. ليش حددتها؟ بعدم الانشغال بالخواطر وعدم الموافقة والضحك على خواطرك. ثم المسألة الثانية المجاهدة المستمرة، هذه نوع من الجهاد الأكبر، تجاهد نفسك. الله. المسألة الثالثة الضرب على رأسها، ضرب الأفعى. اسكنوا معي بدقة. وهي ما يشرق بالأنوار من جانب القلب والروح على النفس. الله أكبر. يا سلام. وهذا له مرتبتان.
هاي كلها الآن على النفس. المرتبة الأولى بما أنت تعمل من واردات النور على قلبك من دين ومحبة وإضافة حال. الله، هاي مرتبة أولى. مرتبة ثانية مقام الصحبة في مقام التوجه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله فينظر بنور قلبه إلى نفسك فيضع لها ضربة. هاي تسمى النفحة قبل السلوك يا فندية.